شكرا جزيلا لك ايمن، والشكر موصول ايضا لكل ضيوفك العزيز، وموصول ايضا لكل الساده المشاهدين اينما كان. هي مقابل فريق يلعب نهائي 31، مدرب فريق المباراه النصف النهائيه في 12 موسم الماضي، والعناق الكبير انشيلوتي صاحب 3 تتويجات، فيرلان ميندي على الجهه اليسرى، ميليتاو مع دافيد كروس، فيديريكو فالفيردي ولوكا مودريتش، رودريغو وكريم بنزيما. اليمنى يقترب منه رودري، رياض يدخل، رياض مازال عنده دي بروين، المرات القليله التي يسجل بها بالراس. الدقيقه الثانيه جول، الاتحاد ينفجر 1-0 لمانشستر سيتي. كره من رياض لدي بروين البلجيكي بالراس، حر تيبو كورتوا على يمين تيبو كورتوا. 1-0 لمانشستر سيتي. البدايه القرى لنادي مانشستر سيتي وكيفن دي بروين الذي يسجل ثاني اهدافه في دوري الابطال. دخل رياض، تريث رياض مع البلجيكي جابرييل جيسوس، بريتش ترجع مره ثانيه فالفيردي، بنزيما خطيره لاعب بدل ميليتاو، رجعت لكيفن دي بروين، دي بروين الارضيه الى جول، بروين وجابرييل جيسوس وجول. بالثنائيه على الريال، هذا دفاع الريال ديني ويتألم. الكرة الأولى بالراس سجلوها، الرجل سجلوها أمام الدفاع، يتفرج على كرة. هذه المرة دي بروين لجابرييل جيسوس وجول. رابع أهداف البرازيلي مع الموسم، هدفان مقابل 0 في ظرف فودين عرض كرة من فودين وتمرير رائع للكرة من جانب عناصر لم تخرج. يقول الحكم بنزيما فينيسيوس، كرة صعبة، فينيسيوس جونيور لا هذه أول كرة صعبة للريال. فودين هنالك، فودين روبن دياش وفينيسيوس جونيور افتح رجله كثيرا. كورتس روبن دياش خطيرة، حكم المساعد رفع الراية لكي يغامر كثيرا. هاي الكرة خطيرة، دي بروين والكرة كان في وضعية تسلل فينيسيوس جونيور في الكرة الماضية، ومع ذلك دفاع السيتي ايضا يلعب بالنار. رياض مازال، رياض الشباك الصغير جوارديولا، جابرييل يلعب عليه، دي بروين يلعبها، بابا خطيرة، وفودين ومن فودين خارج المرمى. لعبة بلاي ستيشن رباعية، يا سلام، اتجاه جابرييل، ومن جابرييل لدي بروين، ومن دي بروين، يا سلام. هاي كرة رياض لجابرييل، لفودين مع كريم بنزيما مرة ثانية، يرفع كرة لابا كاد يعيد الريال، يرجع لرودريغو، نزلوا كثير عناصر رائعة الكرة من كريم ورائعة الراسية. الريال نزلوا كثير، زينجينكو على مستويات محرز يتفوق عليه من هنالك مندي كرة واحدة تقريبا كانت كريم بنزيما جول، كريم بنزيما يعيد الريال للمباراة. يتمكن كريم بنزيما من التعديل ويعيد الريال للمباراة في الدقيقة 33 في مباراة رقم 600. رودريغو خطيرة، جيسوس هيدا منه جيسوس إدرسون ينقذ مانشستر سيتي من جول التعديل. استعد ينفذ المخالفة، خطيرين والجدار. الحكم فيرماندينو لرياض محرز على الجهة اليمنى، رياض التوزيع، رياض رودري الحكم. ومجريات الشوط الثاني من اللقاء من رياض الروماني كوفاتش يصفر نهاية هذه الأولى من المعركة الكروية بين السيتي وريال مدريد. هدفان مقابل هدف. يدخل رياض مازال، رياض دي بروين عنده الكرة الآن، دي بروين لرودري والكرة في الركنية. رياض استلم، رياض المدافع دير ميليتاو باليمنى بيسرى ضرب الكرة في القائمة. هاي اللعبة وهاي الانطلاقة من رياض من أمام تيبو كورتوا، ضربت في القائمة الأيسر. فودين متأخر، محرز فيرناندينيو مرة ثانية، دخل فيرناندينيو زاد في السرعة، 3-1 صارت النتيجة. الدبل فيرناندينيو، جول يا فودين، جول يا فينيسيوس جول. فودين ثالث أهدافه في دوري الأبطال، فودين يفعلها فيرناندينيو، استعاد شبابه، دخل من هنالك على طبق، حتى الجول الثالث لمانشستر سيتي. حكم الروماني يقول لفودين لا أريدك أن تحتج لا أنت ولا دي بروين، والبطاقة الصفراء لبيب جوارديولا. ارضيه
فينيسيوس جونيور جاء من البرازيل ودخل من البرازيل مرة عبر مدريد. في الإعادة شوف لابورت وين كان موجود بلو، ولابورت هارب خلي قال لي الكارفاخال مانشستر سيتي. شوف وين موجود هنا، خاف الكرات العرضية. زينشينكو عنده الكرة الآن، ميليتاو خلاص. دو سيلفا ضاعت المال، كارفاخال والكرة المرفوعة ومن هناك بهذا الجول يا برناردو سيلفا. وبرناردو سيلفا يبغى تيبو كورتوا في الزاوية التي يسكن فيها إبليس. برناردو سيلفا حطها بروعة وسجل الهدف الرابع لمانشستر سيتي. الحكم خلى الأفضلية وترك برناردو سيلفا. سيتي يحتاج إلى عبقري، كرة واحدة تستطيع من جابرييل جيسوس، يلعب رياض محرز، دخل رياض فودان وكامافينجا في خطأ يا سيد الحكم جدا. غطى الزاوية كما ينبغي تيبو فودان توني كروس يرفع الكرة وأمريك لابورت بيده ركلة جزاء. اوكي، اما اذا ضربت في يدك مباشرة لصالح ريال مدريد بيت المباراة، ركلة جزاء للريال. كريم انت مقلق في الاحلام، ركلة جزاء وهدف ثالث. كريم انت مقلق تنتظر في الحكم. بنزيما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. سنتحدث بهذا الفيديو عن موعد مباراة المنتخب العراقي من أمام ناظره منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة. ولكن قبل أن نبدأ بتفاصيل هذا الموعد لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة. والآن سنتحدث بكافة التفاصيل. في دور المجموعات الجولة الثالثة لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، واستقام هذه المباراة على ملعب أونوكيو ديغو أرماندو مارادونا. وأما عن القنوات الناقلة لم تحدد لنا بعد. وأما عن توقيت المباراة ستقام بالساعة 10 مساء بتوقيت بغداد وتوقيت مكة المكرمة. وأما عن تاريخ المباراة 2023 شهر 5 في اليوم 28 من شهر 5. وبهذا قد نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا التعليقات أسفل الفيديو لكي نهتم بأخبار المنتخب العراقي أولا بأول. ولا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.